أزمة الغاز بالقارة الأوروبية، وهل هي الصدف أن يتزامن قرار البرلمان الأوروبي تحت يافطة حقوق الإنسان بشأن الصحفيين لم تكتمل مصادر محاكمتهم بعد بزيارة الصغير مونديلا لتندوف الذي بعد الشان تحول إلى جاكي شان يتعقب الخصام ويصنع الإثارة في مسرحية رديئة وبإخراج هزيل. ثم هل هي المصادفة أن البرلمانيين الذين صوتوا لصالح القرار بالبرلمان الأوروبي يقومون بزيارة لنفس المكان؟ وهل هي الأقدار؟ أيام قليلة من التصويت على القرار يستقبل البرلمان الأوروبي انفصالية مغرر بها تدعو لحمل السلاح في وجه المغاربة في وقت ترفع فيه أوروبا شعار السلم والأمان. كفانا استغباء وكفاكم شتما لذكائنا. الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان يا سادة، وإنما بالمس بالحقوق الاستراتيجية والترابية في محاولة للي الذراع. هي نوايا مغلفة واستهداف للقرار المغربي. لن نقبل أي ضروس في حقوق الإنسان، ولن نقبل الابتزاز والمساومة السياسية. فالجميع يعلم واقع حقوق الإنسان بأوروبا. أين حقوق الأقليات المشردة داخل التراب الأوروبي؟ أين الاتهامات التي وجهت لفرنسا بسبب سياستها المتعنفة تجاههم؟ أين حقوق اللاجئين؟ أين وضعية المسلمين المضطهدين والذين أصبحوا عرضة للاستفزاز والإساءة لعقيدتهم؟ البرلمان الأوروبي هو تحول إلى منصة للهجوم على المغرب وللقيام بأعمال عدائية ضد المغرب. فالمحرك داخل البرلمان الأوروبي هو مجموعة برلمانية. هذه المجموعة البرلمانية الآن بات واضحة، بمعنى هناك انكشاف لهذه المجموعة. هي تأسست في سنة 2020 فيها اختراق للجزائر والبوليزاريو، وهي تمول، ومجموعة من أعضائها الذين يقفون وراء هذه الأعمال العدائية حضروا، هذه معلومة مهمة، حضروا وخططوا أثناء انعقاد المؤتمر السادس عشر للبوليزاريو. هناك الكثير من الأشخاص الذين حضروا. هذه المجموعة وداخل البرلمان الأوروبي هي خرقت كل أنظمة الاتحاد. أكثر من ذلك، واضح اليوم أنها تقوم بمناورات ضد المغرب، أنها استقبلت سلطان خيا، وهذه مسألة خطيرة جدا. هذه المرأة التي عرضتها العديد من القنوات العالمية أنها تحمل كلاشينكوف وتدعو إلى أعمال إرهابية ضد المغرب، هي تستقبل داخل المجموعة داخل البرلمان الأوروبي. هذا يطرح أكثر من تساؤل. إذن واضح أن هناك سياق محدد حرك هذه الموجة من العداء. وهنا يكفي أن نعود مثلا إلى سنة، فخلال سنة طرح تقريبا 112 سؤال ضد المغرب في سنة واحدة.